نعم. نقول هنا: هل صحيح ما يقال أن علامة ربيع والعلامة عبيد لم يبدعا أبي عبد الحق حتى الآن، وإنما كلامهما فيه هو مجرد تحذير ولا يزال فيه طول مناصحة؟ لا، هذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام ليس بصحيح. الشيخ ربيع حفظه الله تكلم في أبي عبد الحق بما يجرحه ويقدح في منهجه، وبين أنه خالف منهج السلف وانحرف عنه وترك المنهج الذي كان عليه، وهذا في الحقيقة تبديع واضح. فإن من لم ينتسب إلى منهج السلف فقد انتسب إلى غيره من المناهج، وصرح الشيخ ربيع بهذا تصريحا واضحا. والشيخ ربيع حفظه الله تكلم فيه كلاما كبيرا وكلاما قاسيا، وطلب الشيخ ربيع من كثير من طلاب العلم الرد عليه وبيان انحرافه، وأوصى جميع السلفيين بالتمسك بمنهج السلف وترك أبي عبد الحق ودعوة الناس إلى منهج السلف وبيان انحرافات أبي عبد الحق لعموم الناس. وأوصى طلاب العلم والسلفيين في كردستان أن يتفقوا ولا يختلفوا وليتوحدوا في الرد على أبي عبد الحق وبيان منهجه الباطل. وهذه نصيحة بديعة ونصيحة عظيمة، وهذه نصيحة لنا جميعا. لا بد على الجميع أن يتمسكوا بمنهج السلف، وأن تتوحد الجهود في الرد على المنحرفين والمبتدعين والمخالفين لهذا المنهج. نعم، فهذا كلام ليس بصحيح، وإنما تكلموا فيه كلاما واضحا وبينوا انحرافه وبينوا خروجه عن المنهج السلفي وتركه لأصول هذا المنهج. ومن قرأ كلام أبي عبد الحق عرف انحرافه بوضوح. نعم.